رمضان. ما انت لو جيت في رمضان هتبوظ صيامنا. انت طالعه كده ليه وليه انت؟ اللي ربى شعوره ايه؟ لا وعمل انتوا لو ربطوهم مش هنحبسهم ومش هترجعوا تولولوا بعدين. اللي انت دافع لها تيجي وحاجز لها. ان العبايه واسعه، العبايه محترمه جدا، العبايه اللي لابساها واسعه وتمام ومرحرحه، هي بقى هتحزقيها وظهري الحاجات عشان خاطر تبقى بقى بفجر على الاخر. انا منك خدتها. لا انت هتاخد اخدان جوه ملوش حل، انت بمنظرك ده جوه هتتروق عليك بمكالمه تليفون على الفاضي انت صنف. السيد اب وام القادره دي، بنتك اهي قادره ما تربطش بكل مراحل التربيه، تمام؟ بنتك دي لو تقدم فيها محضر وتحقق ترجعوا بقى وتعيطوا وتعملوا زي ام سوزي وام بوسي وام. ربوها عشان هي كده في اول الطريق للفاجر. وهنا اللي ما شافش اي فقرات رقص في حياته قبل كده يروح الفرح ده، هيلاقي واحده غازيه زي دي بترقص زي كده، يقعد يتفرج عليها ويسقف مع جوزها. سابولي. طب الغازيه بتاخد لها يجي 10,000 جنيه، طب ما تاخديهم انت وانت عامله الواجب واكتر. جوزك موافق يبقى خديهم. انا والله معاكم ان هي ممكن تكون بتجامل، تمام، او بترقص لصاحبتها او بترقص لابوها بيتجوز حاجه زي كده، ولكن في مهنه اسمها مهنه الغوازي او مهنه الرقصات، دي مهنه تمام بيقبضوا عليها فلوس ويقعدوا يشتغلوا زي كده. حضرتك انت رايحه تجاملي في الفرح، ما تجامليش على موقع التواصل الاجتماعي، لان احنا بنتفرج ونخاف على اولادنا. يعني انا ممكن بنتي تقلدك، ممكن اختي تقلدك، ممكن حد تبعي يقلدك، فانا اما احبسك تمام محدش هيقلدك تاني ان شاء الله. مش محتاجه حاجه يعني. بلبس ضيق وقصير وببين شعري بس ب100 راجل. ب100 راجل؟ مش لا مؤاخذه لابسه حجاب مع 100 راجل. مع كون انت تلبسي ضيق ما تربطيش، كون ان انت تطلعي في فيديو زي كده وتقولي الالفاظ دي وتقولي الكلام برضو ما تربطيش، كون ان انت تلمحي وتعملي حاجات جنسيه والكلام برضو ما تربطيش. بصي في المجمل روح تربي. مش محتاجه حاجه يعني. يا جماعه الحاج علي اقسم بالله من امبارح ما صحيش وزعلان. من امبارح ما صحيش وزعلان؟ هو كده نايم؟ ازاي ما صحيش وازاي صاحي وازاي؟ انتوا فين؟ ولا انتوا اللغه بتاعتكم ايه؟ اللي حصل فيه كتير والله يا جماعه. ايه اللي حصل فيه؟ عم علي انت السبحه والطاقيه ما يدلوش على الكلام. انت كنت بتضحك على البت اللي بتشقطك في اللايف ده كده. طب ما انت راجل كبير ومحترم اهو، طب ما تلم نفسك. انتوا عارفين يا جماعه؟ عمرنا ما عرفنا. هو حد يعرف بعد معرفتك؟ انا مش زعلان على الفلوس دي يا جماعه، انا زعلان. تخيلوا الحاج علي ضاع منه فلوس وابنه بيضحك عليه وبيستهزئ بيه اللي هو ضاع منه فلوس، وتخيلوا الحاج علي ده معاه فلوس، حاجات غريبه في بعضها، والفلوس دي بسبب الفتاوى طبعا بتاع فتاوي الناس بتبعت له هدايا عشان الفتاوي اللي بيعملها، والهرم اتبنى سنه كام والساعه كام وحاجات كتير قوي احنا ما كناش نعرفها. فانا اتمنى ان انتوا تعملوا له كتاب وخلاص، نعوضوا على الفلوس اللي ضاعت بكتاب يتحط يتحط على الاهرامات ما يتشالش تاني. مين اللي جاي؟ امك هي اللي جايه. مش محتاجه حاجه. لا في حد هنا، انا حاسس ان ده حد هنا. صدقني مفيش حد هنا. لا. لا ما فيش حد هنا، الواد فال شويه ويدخل في حد هنا. بس عليك يا ابراهيم بعد العشره دي كلها. لكش حق هيما خالص، مالكش حق بصراحه. انت قرونك زرعت عيال فوق، الواد بزرع مكان قرونك. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. شفتوا شريك النجاح اهو، في شريك للهبل، في شريك للهبل. اي هبل بتعمله لازم يكون في شريك يشاركك الهبل والعبط. انا
ما اعرفش ايه ده، بس كل اللي عرفته دلوقتي ان احنا بقينا بعيد، احنا بعيدنا خالص وسافرنا خالص بعيد بالخيال بالعبط بالحاجات دي بحالها، مش عارف راجعين امتى. المفروض يكتبوا على الفيديو ده الكبار والله، عشان اللي بيحصل ده مش طبيعي، ده مش طبيعي، يا يكتبوا للكبار يا للعبط. انت شاربه سلوكس. الله يا حاج عيب على سنك، يا حاج عيب على انت بتودع، انت خلاص انت داخل ايه اللي انت بتهببه؟ يعني هي ما تربى عيله وما تربتش، انت داخل معاها ليه؟ ليه داخلين في سكه ما انتوا بتمثلوا؟ ده تمثيل، ده فجر. تعالى هنروح الخراره ونيجي. لا ده خليك في حالك، وانت مالك رايحه فين ولا جايه منين؟ انا بس محتاجه افهم الواد ده ما اتحبسش ليه لحد دلوقتي؟ الواد ده قادر، اقسم بالله الواد عدى كل مراحل الفجر اللي في الدين، الواد ده ما اتحبسش ليه لحد دلوقتي. معلش رايح ننام. وخد اسال ماما كده. اوعى ايدك دي. مالها ايه دي؟ ده فيها غربان عشاني. اوعى ايدك. ابن عمك كده. امال فين يا حبيبي؟ ما تبعد يلا. تقولي كمان مره والنسيم. طب اهو. كمان مره والنسيم. لو النبي. تقولي كتير. هموت الزقه انا. طب ابعد كده شويه. في واحده طالعه كده، ده بنسيله يعني خلاص، وفي الشوارع يخرب بيوتكم، انتوا وصلتوا لمرحله من الفجر، انتوا مفيش حد في عينكم. يلا هذا الثاني عاوز تبقى مصور في السينما؟ تعال اتعلم من المشاهد اللي زي كده. واحد لا الزاويه دي مش عجباني الصراحه، الزاويه دي زي الخرا، احنا جربنا كل الزوايا بتاع البنت، في زاويه اللي هي بتبقى هي لابسه العبايه، الزاويه اللي انا بقول لكم عليها دي، يعني هي محزقه نفسها عشان كده، فانتوا روحوا على الزاويه اللي محزقه نفسها فيها عشان نتفرج على الحاجات اللي ابوها وامها طرحينها وزايبينها في الشوارع عشان احنا نتفرج عليها. طول عمركم بتشوفوا الجدي بيجري ورا المعزه، تعالوا النهارده هنفرجكم ان المعزه هي اللي بتجري ورا الجدي مش العكس. لو اخته ما ترباش، ولو خطيبته ما ترباش، لو شقتها من الشارع برضه ما ترباش. اللي يقعد يسرح ببنت زي كده ويقعد يحضن فيها ويعمل فيها ويعبط فيها والكلام ده كله، الناس ما تعرفش ايه علاقتهم اصلا، او الناس ما تعرفش ايه الصله، ويصوروا فيديوهات مستفزه بالمنظر ده ومقرفه بالمنظر ده، دول محتاجين ان ابهاتهم ابوهم وامهم يطل بس عليهم، لان الاب والام لو شافوا فيديو زي ده وما قالولهمش عيب يبقى محتاجين الاب والام يتربوا. مش محتاجه حاجه يعني. هو فين اسلام؟ الله اسلام فوزي، الله ده يا بخته. قولوا لي مين اسلام؟ مين اسلام وهتتجاهلي من الاول كده؟ لا ما اتفقش. اسلام فوزي ده اشهر بني ادم في ليه يا اسلام كده؟ كل ما احضر واسال عنه يقولوا اتغطى ونام. بتطلع عليك اشعه مش كويس، بتتغطى وبتنام ومستقبل الدنيا هتبوظ معاك. ما بلاش تيجي على السكه واقفالك على تكه. او انت تكتك سودا، انت تكتك مين؟ دمتم مطينين. انا لو طلبت اعمل اكشن هقلب لك فاندام. دم تك تك دم تك تك دم سالمين. على فكره بقى اسلام هيسقطها في الاغنيه دي. انا بقى اديكي بقى 10 من 10 يا ام جاسر، لا 10 من 10 يا سالمين. يعني بس احنا معانا مشكله هنا مع جانب. تعالى. It's now 2:50. Should we place a bet? How much longer? How much more late is he going to be? Yes, he's Egyptian. الناس اللي مش فاهمه، دي بنت خدت ميعاد من واحد مصري، تمام؟ فالميعاد كان 2:30، دلوقتي الساعه 3 ولسه الشخص ده ما جاش. والشخص ده كده للاسف الشديد في حد بيسالها في الكومنتات بيقول لها جنسيته ايه؟ قالت له مصري، تمام؟ فالشخص ده بيضرب السياحه. حضرتك انت مش رايح تقابلها، رن علينا، رن على اي حد مصري تاني، ما تضربش السياحه وتبوظ السياحه عشان احنا كده سمعتنا هتبقى زي الخرا بسببك.